القاسم كان عند أحد الخلفاء العباسيين، فطبعا في رمضان فأراد الخليفة أن يأكل معه أبو العباس، وقال له إيه استنى عشان تفطر معايا. فرح، أنا هفطر مع الخليفة. أنت عارف يعني إيه إفطار خليفة؟ أنت بتشوف الموائد كده اللي بتيجي على التلفزيون دي اللي بيتاكل منها حتتين ويترمي الباقي كله في الزبالة. فكان الخليفة حينما أعد له الطعام جات الأطباق على بعضها كده، وطبعا ده عمال يبص على الأطباق عمالة تتوزع، اللهم بارك وأرغفة العيش، فوجد بقى إيه؟ ملح وزيت وخل، ملح وزيت وخل. فالراجل بياكل، فبياكل أكل يعني مش أكل شبع. فالخليفة بيقول له أنت مش كنت صايم ولا إيه؟ قال له نعم كنت صايم. قال له طب كل عشان هو ده الأكل، مفيش غيره، وده خليفة، واخد بالك انت؟